ازاي تقدر تستخدم شات جي بي تي في شغلك على ووردبريس؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر. هقول لكم النهارده ازاي نقدر نستفيد من شات جي بي تي اقصى استفاده، ويلا بينا. احنا هنا هنجرب كذا حاجة مع بعض كمثال عشان نقدر نعرف احنا ممكن نستفيد من شات جي بي تي ازاي في شغلنا. اول حاجة انا اقدر اخليه يكتب لي المقالات او الكونتنت بتاع الموقع ذات نفسه. ازاي؟ انا مثلا هقول له اكتب لي مقالة مثلا عن اهمية ال ACO في ووردبريس، وهنشوفه هيعمل لنا ايه. طلبت منه ان هو يعمل لي مقالة عن اهمية ال ACO في ووردبريس، هيعمل لي المقالة اللي انا عايزها. في حالة ان انا بكتب مقالات على الموقع بتاعي مثلا، فهو هيفيدنا جدا في الحتة دي. طيب هل ده بس؟ يعني هل هيقدر ان هو يديني زائد ان انا ممكن مثلا ما اكتبلوش كده بس، انا ممكن اكتب له لا اكتب لي مقالة مش عارف 1000 كلمة عن نفس الموضوع. انا بحدد بالظبط انا عايز المقالة دي كام كلمة، عايزها بأنهي لهجة او عايزها بأنهي لغة، وهو هيساعدنا جدا في النقطة دي. طيب تاني حاجة ان انا اقدر استخدمه ان هو يعمل لي برومبت ACO او يعمل لي الميتا ديسكريبشن. لو حد يعرف الميتا ديسكريبشن دي اللي هي مثلا لو انا عندي منتج ولا حاجة، فده بيكون الوصف بتاعها مش الوصف بتاعها بتاع الموقع. الميتا ديسكريبشن دي بتظهر بره في جوجل. اوكي، ده بيكون لأي مقالة عامة، لأي منتج، لأي حاجة. أنا دلوقتي عايزه يكتب لي ميتا ديسكريبشن، فهقول له يعمل كده ازاي. اكتب لي مثلا ميتا ديسكريبشن عن سرعة موقع ووردبريس أو عن تحسين سرعة موقع ووردبريس، هنشوف هيعملها لنا ازاي. انا هنا قلت له اكتب لي ميتا ديسكريبشن لمقالة عن تحسين سرعة موقع ووردبريس، وهشوفه هيفيدني ازاي في النقطة دي. هو هنا كتب لي الميتا ديسكريبشن بتاعتي، وانا اقدر اقول له يقدر يخليها اطول اهي. لو مش ظاهرة في الشاشة، هو هنا كتبها، وانا اقدر اقول له خليها اطول او اقصر، او زود لي مثلا الكلمات المفتاحية فيها، وهكذا. اوكي. طيب اقدر ان هو يقدر ان هو يساعدني تاني ازاي؟ انا دلوقتي لو عندي كود شغال عليه، او عندي مشكلة محتاجة كود معين، او عندي كود محتاج ان هو يتصحح، او محتاجة كود معين انا مش عارفة اكتبه، هخليه يطلع لي هو الكود ده. فهو يقدر ان هو يفيدني في تصحيح او كتابة الاكواد، سواء HTML CSS جافا سكريبت او PHP. فانا اقدر اقول له مثلا عايزة اضيف كود CSS مثلا، عشان يغير لي لون سيكشن معين في الموقع، مثلا لون سيكشن معين ل للدارك مثلا، عايزة سيكشن معين دارك. في موقع ووردبريس، فهنا هتلاقيه بيقولك الخطوات كلها عشان تقدر تضيف الكود ده. اوكي، هنا هو جايب لك خطوة اولى، خطوة تانية، وهكذا. واقدر استخدمه بقى في الحتت دي بالتفاصيل. اوكي. طيب يقدر يفيدني تاني ازاي؟
يقدر ان هو يفيدني في افكار لتصميم الموقع. هقوله دلوقتي اديني، عايزة فكرة مثلا مميزة لتصميم الصفحة الرئيسية مثلا، في حالة ان انا ما عنديش structure امشي عليه، او عندي مثلا structure مش صح. اوكي، هنا هو اداني وصف عام. هنا هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي صفحة رئيسية فيها طابع غامق. احنا اصلا ما قلنالوش، دي حاجة غلط ان انا ما قلتهاش دلوقتي، ان احنا ما قلنالوش الصفحة الرئيسية دي في موقع ايه اصلا. ما هو المواقع وانواعها بتختلف، فاحنا المفروض نكون محددين احنا عايزين الصفحة الرئيسية دي، هل هو مثلا موقع عقارات، ولا موقع كورسات، ولا ده بورتفوليو اصلا ملوش اي علاقة بده ولا بده. فبالتالي التصميم هيختلف من ده ومن ده ومن ده. اوكي، ولكن هو هنا ادانا structure ممكن ينجح معاك وممكن لأ. ده في حالة ان انت يعني عارف انت هتعمل الموقع بتاعك عن ايه. اوكي، وقادر تميز. لكن انت من السهل جدا ان انت تقوله مثلا لموقع عقارات مثلا، هو كده عارف ان هو التصميم ده لموقع عقارات، فبالتالي هيديك structure ليه او فكرة التصميم بتاعه. هنا هو بيديك حرفيا ملخص عن فكرة الموقع بتاعك هتكون ايه، الصفحة بتاعتك. يعني هنا هو بيقولك أول حاجة هيكون فيه هيدر زائد شريط بحث رئيسي، هيكون فيه اللي هو شريط البحث السيرش بتاعنا، وهيكون فيه هيدر تفاعلي. هيدر تفاعلي دي اللي هي مثلا صور متحركة للعقارات، أو هنا بيقول خلفية صورة لعقار فاخر أو مدينة، وهنكتب عليها اكتشف بيتك الجديد بسهولة. بيديك حرفيا كل حاجة كل حاجة، وبيقولك ان انت هتكتب الموقع والسعر ونوع العقار، مثلا شقة، فيلا، أرض. بيقولك هنا انت لو بتستخدم بلوجن معينة أو فاستخدم مثلا البلوجن دي مع كذا هيديك كذا. اوكي، بيديك خطوات، وبيقولك انت لو هتستخدم كذا يبقى تستخدم كذا وهكذا. اوكي، وهنا دي التقسيمات بتاعة السكاشن، لماذا نحن، خريطة، وبعد كده عقارات مميزة، والكول تو اكشن بتاعنا، وبعد كده الفوتر، وهنا في آراء عملاء. فهنا هو بيديك حرفيا التفاصيل اللي انت تقدر تمشي عليها لو انت ما عندكش structure او ما عندكش حاجة ترجع لها، او في حاجة معينة في دماغك. طبعا ما بقولكش تاخد الكلام ده وتحطه من غير ما تفكر، لا طبعا احنا بنشغل دماغنا وبنعرف ده هينفع ولا مش هينفع. وبعد ما بنخلص شغل اصلا بيكون في حاجات المفروض نغيرها، المفروض حاجات ان احنا نعدلها. فده الطبيعي جدا في اي حاجة، يعني احنا مش بنوقف دماغنا. اوكي، عشان ببساطة لو وقفت دماغك انت يعني مفيش حاجة تميزك. بس نقدر ان احنا ناخد منه عناوين جذابة. هقوله دلوقتي اكتب لي مثلا عناوين جذابة، وتكون عناوين رئيسية جذابة و لموقع العقارات. اوكي، انا عايزة احط عناوين تشد الناس لكل سيكشن مثلا. فهنا هو بيجيب لك لكل سيكشن العنوان بتاعه على حسب الاستراكشر اللي هو اداهولك. ده معناه ان انت لو معاك استراكشر وهتمشي على الاستراكشر بتاعك، فانت سهل جدا ان انت تديله الاستراكشر بتاعك يروح مديك العناوين على حسب الاستراكشر بتاعك. وهنا هو مدينا عناوين زي ما طلبنا منهم: مفتاح بيتك الجديد بين ايديك، بيتك الجديد اقرب مما تتخيل، عقارك المناسب بيبدأ من هنا،
استكشف عقارات في أفضل المواقع، اختر مدينتك وابدأ حياتك الجديدة. لا يعني حاجات كويسة. في هنا في التستمونيال بيقولك آلاف العملاء وثقوا بنا، لماذا لا تكون التالي 15 سنة من الخبرة في خدمتك، وهكذا. وفي الكول تو اكشن نفس الكلام. طيب أنا دلوقتي لو عندي مشكلة في موقع ووردبريس بتاعي زي خطأ 404 خطأ 500، الأخطاء اللي بتيجي دي وبتوقف لي الموقع نهائي، هل ده يقدر يساعدني في حاجة فيهم؟ بالتأكيد يقدر. أنا دلوقتي هقول له عايزة حل لخطأ 500 في موقع ووردبريس، هنشوف هيعمل ايه. اول حاجة هو بيقولك الخطأ ده عبارة عن ايه، بيفهمك. اوكي، تاني حاجة هيديك بقى خطوات، تعمل خطوة خطوة وتشوف المشكلة اتحلت ولا لا. ده معناه ان انا مش هروح اعمل الخطوات كلها مرة واحدة، لا، لان انا مش عارف المشكلة فين، انا بجرب. زي ما احنا عارفين كده في مشاكل احنا بنقابلها لأول مرة وبنقعد نجرب عشان نحلها. اوكي، او بنعمل الحاجات البديهية الطبيعية وبعد كده نشيك على المشكلة اتحلت، لا طيب نعمل حاجة تاني، اتحلت لا طيب نعمل حاجة تاني، وهكذا. اوكي، فهو هنا عامل لك نفس الموضوع. هنا بيقول لك اول حاجة ان انت مثلا تحدث الصفحة، تاني حاجة ان انت تعطل البلوجن، واحدة واحدة طبعا عشان تعرف المشكلة جايلك من انهي بلوجن. ده لو كانت من البلوجنات. لو انت بتستخدم سيم في مشاكل او انت عارف ان هو في مشاكل او مش معروف كفاية مثلا، فانت هتضطر ان انت تغير السيم وتشوف المشكلة بتاعتك اتحلت ولا لا، وهكذا. تعمل خطوة واحدة وتروح تشوف المشكلة اتحلت ولا لا، وهكذا. اوكي، والمشكلة هتتحل غالبا. طيب اعمل ايه بقى عشان يطلع لي نتيجة صح وما تعبش؟ طبعا انت مش شرط ان انت تاخد النتيجة منه من اول مرة، يعني مش شرط ان انت تاخد النتيجة الصح من اول مرة. عشان كده بقول انت المفروض تشيك على كل اجابة هو بيديها لك. اوكي، طيب اول حاجة انت المفروض تخليك يعني محدد جدا وواضح، ونشرح السياق لو هو مهم. يعني ايه نشرح السياق لو هو مهم؟ يعني انا بشرح له التفاصيل بكل تفصيلة انا طلباها منه، عشان هو مش هيتوقع. لما اقول له اعمل لي مقالة، اعمل لي مقالة مثلا عن البلوجن بتاعة ووردبريس. اوكي، بس انا يعني اقصد بلوجن معينة، واقصد يكون بلهجة معينة، واقصد يكون يعني عدد كلمات معين، واقصد كمان ان هو يجيب لي امثله في المقاله. طيب هو هيعرف كل ده منين؟ هو مش هيعرف، هو مش هيجمع على ظهر ايده. فانت خليك محدد وواضح جدا في طلباتك. اوكي، ونطلب النتيجه بشكل مباشر. يعني مثلا بدل ما اقول له اكتب لي مقال عن ووردبريس، فلا هقول له اكتب لي مقال 500 كلمة أو 1000 كلمة مثلا عن ازاي تختار قالب ووردبريس مناسب لموقع عقارات أو موقع شركة ناشئة مثلا. فبالتالي أنا كده محددة واضحة، حددت له السياق اللي هيكتب فيه، وطلبت النتيجة منه بشكل مباشر. هو مش لسه هيسألني أو هيستجوبني وأنا هجاوب عليه. أوكي، بس كده. لو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.